بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لتسمين العجول والأبقار الحلاب. حلقة اليوم زي ما عودناكم هنجاوب على سؤال أحد المشاهدين سألوا في التعليقات، بيقول إيه الفرق بين النظام العادي والنظام المكثف في تغذية العجلات من الولادة حتى الفطام. هنجاوب على السؤال، بس قبل ما نجاوب على السؤال أتمنى من المشاهدين اضغط على الإعجاب واترك تعليقك إن عجبك الفيديو. علق اترك تعليقك واعمل إعجاب، وما تنساش تشترك عشان يصلك كل جديد. الإجابة هتكون أول 15 يوم من تغذية العجلات بنغذيها على الألبان فقط، عشان نغذي العجلات أو العجول الصغيرة على السرسوبة عشان ياخد المناعة من الأم. المناعة هي اللي بتحافظ على الحيوان وما تخليهوش عرضة للأمراض. هندخل في حلقتنا الفرق بين النظام العادي والنظام المكثف للعجلات من الولادة حتى الفطام. النظام العادي بيتم تغذية العجلات على اللبن بنسبة كام؟ 10%. بمعنى ايه؟ لو العجلة بتاعتك او العجل 30 كيلو يبقى هياخد 3 كيلو لبن، كيلو ونص صباحا وكيلو ونص مساء. طب لو 40 كيلو هياخد 4 كيلو، 2 كيلو صباحا و2 كيلو مساء. طب ده النظام العادي. النظام المكثف بيتم تغذية العجلات او العجول على اللبن بنسبة 16% حتى 20%. والنظام ده بيكون مكلف، لأن لو قارنا المردود بتاعه بالتكلفة فهو يكون نظام مكلف. طب هنقول هنا ملحوظة، بعد مرور الأسبوع الأول بنعطي الحيوان أو بنقدم المية للحيوان، بس تكون مية نظيفة بعيدة عن اللي بتكونش مالحة، مية مالحة. طيب في النظام العادي لازم يكون بديل اللبن إنه يكون بروتين 20%، والدهن فيه كام؟ من 15 إلى 20%. طب في نظام المكثف ده بديل اللبن لازم يكون البروتين 26 إلى 28%. طب والدهن يكون من 15 إلى 20%. هنقول هنا ملحوظة، لازم نهتم بنظافة وتطهير عشان الحيوان ما يتعرضش لأمراض، عشان فلوسك ما تضيعش وعشان مجهودك ما يضيعش، لان اي بكتيريا او ميكروبات هتسبب اسهالات مزمنه للعجلات، وكده انت بتدمر فلوسك وبتدمر مجهودك. طيب بعد المرور اسبوعين بنعمل ايه؟ بنقدم يعني بدايه الاسبوع الثالث بنبدا نقدم بادي العجول الرضيعه وراعي عمليه التجريد. يعني هبدا بحفنه على ايدي لمدة 3 أيام، بعد ال3 أيام الأولين أخليهم حفنتين، 3 أيام تانيين أخليهم 3 حفنات. تمام؟ ده هيساعد على الفطام المبكر وبدون حدوث أي مشاكل في الكرش اللي هو بدخول العلف البادي. تمام؟ وتجريده. هنقول نظام التغذية للعجلات، في نظام التغذية على الألبان فقط، ده اللي بتعمل الناس، وفي ناس بتغذي على اللبن والبادي، وفي ناس بتغذي على اللبن والدريس، وفي ناس بتغذي على اللبن والبرسيم، وده مرفوض نهائي. العجلات الصغيرة أو العجول الصغيرة قبل الفطام ممنوع عنها البرسيم نهائيا. زي ما هنزل لكم الصورة وهوضح لكم فيها، دي مراحل الكرش. هي عندنا المرحلة A بيتغذى الحيوان على اللبن فقط، وهنا مفيش اي تطور لخملات الكرش، مفيش اي تطور للكرش، يعني الكرش نفسه مفيش تطور فيه. طيب الصورة الثانية بيتم التغذية على اللبن والبادي، وهنا بنلاحظ ان في تطور عظيم في خملات الكرش لان تغذى على العلف وعلى اللبن. طيب الصورة الثالثة اللي هي رقم سي بيتغذى على اللبن والدريس، وهنا بنلاحظ التطور الكرش ضعيف. يبقى احسن صورة فيهم هو اللبن والبادي، ولو انت ضفت الدريس كده هتاخد افضل صورة في ال3. يعني الناس اللي بتغذي على اللبن فقط تطور الكرش ضعيف، الناس اللي بتغذي على اللبن
والدريس تطور الكرش ضعيف، يعني بطيء، في تطور بس بطيء. اما افضل صورة ايه اللي هي رقم بي اللي هي اللبن والبادي. هنقدم خلطة للعجول الرضع، خلطة أعلاف للعجول الرضع. الخلطة دي لابد أن تحتوي على 20% بروتين و33% نشا، ونضيف عليها الملاس عشان يحسن الطعم ويزود عملية الشهية، مع إضافة الحجر الجيري وإضافة فوسفات الصوديوم والمغنيسيوم وأكسيد المغنيسيوم. هنقول الخلطة زي ما موضح معاكم في الصورة: 50 كيلو ذرة، 35 كيلو صويا، 5 كيلو دهن نباتي، الدهن ده يكون منين؟ من الصويا أو الذرة أو عباد الشمس، 5 كيلو ملاس، 200 جرام فيتامين ألف د 3 ه، 500 جرام أكسيد المغنيسيوم، 500 جرام أحادي فوسفات الصوديوم، و800 جرام حجر جيري. دي زي ما موضح معاكم إضافات الخلطة وإضافات الأعلاف. الملاس بيخلي طعم مستساغ لدى العجول وبيرفع من الشهية. الذرة بنقدمها هنا، بنقدمها الحباية مكسورة 3 مرات، ما بنطحنهاش، الطحن ده بيتم بعد عملية الفطام. أما الذرة هنا بنقدمها حب بس مكسر 3 مرات أو 4 مرات. أما عملية الطحن اللي هي التنعيم بيتم ما بعد الفطام. طيب هنقول ملحوظة هنا: امتى استخدم الدريس للعجول؟ استخدم الدريس للعجول او العجلات مع بداية عملية الاشترار اللي هي تقريبا بعد شهر. الدريس بيعمل ايه؟ بيقوي عضلة الكرش، بيقوي عضلة الكرش. ابدا الدريس بحفنة على ايدي زي ما احنا وضحنا عملية التدريس، ثم حفنتين ثم 3 حتى ياخد الكمية اللي هو عايزها، بس عملية التدريب. ملحوظة تانية: الدريس بيقوي عضلات الكرش وبيساعد بشكل كبير في تحويل العجل او العجل من لبن، انه بيتغذى على لبن، الى بيتغذى على اعلاف. يعني الدريس بيساعدك في مرحلة الفطام، بدل ما العجلة تصد معاك اسهالات، العجلة ما متعوداش على عدم وجود اللبن، لا بيساعدك معاك وبيقوي عضلة الكرش. طب افضل ميعاد للفطام ايه؟ لو العجلات دي استيراد 90 كيلو، لو العجلات خليط افضل على 80 كيلو افضل شيء. بنستمر بعد الفطام على علف اللي احنا ماشيين عليه اللي هو 20% بروتين، بنستمر عليه 15 يوم ما بعد الفطام. ليه؟ عشان العجلة او العجلة بيكون مفطوم من اللبن، مش هغير نوع العلف كمان، يبقى انا غيرت اللبن، شلت اللبن وغيرت نوع العلف، كده العجل او العجله معايا هيخس كتير. فبستمر 15 يوم تانيين لغايه هو ما يتقبل عدم وجود اللبن. وهنا بقى ببدا اغير نظام العلف من 18% الى من 20% الى 18%، وبيتم طحن هنا طحن الذره. قناه المراعي تسمين العجول والابقار يا حلاب. لو انت استفدت باي شيء علق واترك واعمل اعجاب واشترك ليصلك كل جديد ان شاء الله.